أنت يا ياسر. الله إذا تحرك وخذ ياسر مكانه طاح الدفاع وما بقى غير ياسر. عودة القناص في المباراة الكبيرة، عودة ياسر. ياسر ينفجر، ياسر يعود، ياسر يسجل هدف في هذا الكلاسيكو. الله على بداية، الله على تقدم، الله على كرة ما فيها تسلل لكنه يتسلل إلى قلوب العينوية. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. اليوم مثل ما تعرفون متواجدين في مدينة العين وبالتحديد في نادي العين. من الاستاذ خليفة بن زايد اليوم بيكون معنا لقاء مميز جدا جدا للاعب عشق الكل، للاعب احبه الجماهير، للاعب شهرته صارت عربية، للاعب وصل لمرحلة لم يصل الكثيرون ولكن حقق نتائج حتى على مستوى آسيا. افضل لاعب، هداف، قناص، معشوق الجماهير. باختصار وبدون ما اطول عليكم هو ياسر القحطاني. كابتن ياسر يعطيك العافيه وشكرا على اتاحتنا هذه الفرصه اسجل معك هذا اللقاء. الله يعافيك ويسلمك ويحييكم كلكم ان شاء الله، واشكرك على المقدمه اللي ان شاء الله وكون ولو جزء بسيط يعني استحق. بالعكس تستاهل. انا حبيت اختصر قد ما اقدر عشان ادخل في الموضوع دايركت، لان اللي وصلنا عبر منتديات الزعيم اليوم كان شيء مش طبيعي. من زعيم الامارات كان اسئله كبيره وكم كبير عن اشياء تتخيلها وما تتخيلها، اسئله حتى بعض الاحيان تستغرب لها ليش يسالونها كذي، لكنها بنحبها لياسر ورغبتهم في معرفه ياسر اكثر واكثر. طبعا نحن بنحاول قد ما نقدر نتكلم عن ياسر لاعب وياسر خارج الملعب، بالاضافه للاشياء اللي متعلقه بياسر مرتبطه في نادي العين وكذلك بعد نادي الهلال والمنتخب السعودي. بنبتدي معاها بسؤال الكل قاعد يعني في باله وكان المفروض نطرحه من اول الدوري، لكن خلينا نقول لما وصلنا حق اخر الدوري بعد نحب نعرفه. شو خلينا نقول الدافع اللي خلاك تروح تنتقل لنادي العين في حين العين السنه الماضيه كان يعني متاخر في الدوري وكانت نتائجه سيئه، ففي ناس وايد روجوا انه بيكون غلطه من ياسر انه يروح لنادي العين. شو اللي خلاك تتحمس وتوافق على هذا العقد؟ والله شوف، انا في البدايه عندي قناعه دائما الفريق الكبير يبقى كبير مهما تغيرت عليه الظروف يعني، ولكن واللي له ماضي اكيد انه راح يرجع له يعني، وهذا اللي حصل مع العين. انا سبق واني قلت يعني يمكن من 5 أو 6 سنين لما سالت يعني انا ذكرت انه ما راح، اذا بلعب في الخليج بلعب في العين يعني. سبحان الله يعني كنا الايام تدور يعني وجات. غير كذا انه في زملاء لي في نادي العين يعني علي الوهيبي وليد سالم هلال من خلال المنتخبات واعرفهم يعني من قبل لا اجي نادي العين، حمسوني اني يعني اقبل العرض للامانه. غير كذا جماهيريه العين في الامارات يعني اكثر شيء يعني شدني للموضوع ايضا. الجهاز الفني اللي موجود، الاداره كانت الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد، هذه كلها امور خلتني يعني اتخذ القرار وانا مرتاح يعني. طيب تكلمت عن ان الاسباب اللي خلتك هذه ان سمعه نادي العين واسم نادي العين. رادوي وكوزمن شو كان دورهم؟ اكيد انا قلت لك يعني كوزمن ورادوي من اهم الاسباب ايضا في الموضوع حقيقه يعني، مع انه اول ما جيت انا للعين رادوي قال لي انه احنا متعودين على دوري، فالسنه هذه وش تقول؟ قلت له لازم نجيب دوري بعد السنه هذه ما نقدر يعني. وما شاء الله وعدت ووفيت الحمد لله. رادوي كان على فكره كان وايد فرحان فيك انك وصلت، حتى كان تعبير واسطنا في تويتر وكذي، كان هو وايد كان فرحان. الله يديم عليك هذه المحبه ان شاء الله. دائما نتكلم عن المدينه اللي احنا نعشقها مدينه العين. كيف حصلت العين اول ما جيت وكيف تعاون الناس معاك في العين ويعني جو العين وكيف حسيته؟ والله العظيم شوف انا بقول لك طبعا زي ما الكل عارف يعني اكثر يعني العين يمكن تكون لاهل الامارات اكثر خصوصيه واكثر معرفه من اي احد برا الامارات. فلما جيت انا للمنطقه نفسها العين حسيت انه يعني انت لما تدخل ابو ظبي تدخل دبي تشوف التطور العمراني والازدهار العمراني والابراج والامكانيات اللي موجوده فيها، تجي تقول شلون بقدر اعيش في العين؟ بس للامانه يعني من اول اسبوع عشت في العين عرفت ان ليش اهل العين ما يطلعون يعني، لان في ناس من اهل العين كانوا يقولون انا داوم في ابو ظبي فرضا، فيطلع من ساكن في العين ويداوم كل يوم في ابو ظبي او انه يداوم في دبي ويرجع، فكنت استغرب انه ليش تروح مشوار وترجع.
قال لي بتشوف يعني بتحس وبتعرف ليش يعني. وصدق والله انا نفس الموضوع صار. قال الهوية قلت عيناوي ايش بنت ميز قلب مرضاوي اهو قلب نفسك وانت من العين يا صاحبي العين دار الزين عيناوي عيناوي اهو قلب نفسك وانت من العين. طيب دامنا نتكلم عن العين، شو الاشياء اللي افتقدتها في بيتك للعين؟ شو الاشياء اللي كانت موجوده عندك هناك وحسيت انك شيء مفتقد منه؟ والله بامانه ابا. لا انا اتكلم معاك بصراحه، انا ما اجامل للامانه يعني. دائما اقولها انا ما فقدت شيء الا اللهم اني فقدت يعني بعض الاصحاب اللي كنت دائما التقي فيهم يعني في الرياض بعد المسافه، يمكن هو اللي بعد عني. فقدت يمكن فقدت جمهور ياسر، فقدت محبين ياسر اللي كانوا قريبين مني في الرياض، جمهور الهلال اللي كان قريب مني في الرياض. ولكن زي ما قلت لك عوضني جمهور العين خير الحمد لله. الحمد لله. خلينا نترك ناحيه مدينه العين، ما شاء الله احس انك مرتاح، فما في داعي اسال زياده اكثر عن جديد. يعني انت باختصار خلينا نقول للجمهور انك انت مرتاح في مدينه العين. شو لاحظت الاختلاف ما بين نادي العين هذه السنه والموسم الماضي؟ ما نسمع مع العلم ان والله الموسم الماضي كان موسم للنسيان بالفعل. إيه. العين السنه اللي فاتت من اللي انا سمعته واللي شفته يعني كان في ظروف يعني. شوف اي نادي كبير يمرض بس ما يموت يعني، والعين مرض يمكن السنه اللي فاتت. ولكن انك تكون مهدد بالهبوط والسنه اللي بعدها تاخذ دوري، هذا ما يسوي له فريق كبير يعني بالفعل امانه. صحيح. خصوصا المتغيرات اللي حصلت مين متغيرات تقول انت انه جلد الفريق كامل تغير، لا، جهاز فني، لعيبه جانب، المواطنين هم نفس المواطنين. وهنا ترى النقطه المهمه انه نادي العين يملك لاعبين مواطنين على مستوى عالي، فهذا اللي ساعد السنه هذه ان نادي العين ينهض من جديد. اللعيبه الصغار واللعيبه الشباب واللاعب المواطن اخذ فرصته في اللعب واخذ حقه في اللعب، اثبت جدارته، صار بطل. منو من اللعيبه خلينا نقول الصغار، ما بنتكلم عن الكبار، خلينا نقول عن الصغار اللي لفت انتباهك حسيت ان وجوده مثلا في الفريق يريحك او تحب تتعامل معه وتحب تلعب معه؟ شوف والله للامانه في اكثر من لاعب، لكن يمكن عموري وعجب هم اللي صراحه انا اشوف انه باذن الله انهم مستقبل يعني مزدهر. اذا هم كملوا على نفس الانضباطيه في التمارين والعقليه الايجابيه اللي يملكونها، صدقني راح يكونون علامه فارقه في الكره الاماراتيه. لاعبين يعني من طراز عالي. الشباب الباقي للامانه عبد العزيز فايز، هزاع، اكثر من لاعب يعني، هداف، بندر، كلهم هذول اسماء لها ان شاء الله مستقبل، وتقدر ان شاء الله تخدم العين وتشرف العين خير التشريف ان شاء الله. اللاعبين اللي اعطيتهم الاخوان عموري ومحمد، طبعا عموري ما لعب وايد في الدوري، ما هذا قيمت من اللعيبه اللي هم بيكونوا علامه فارقه، على اي اساس قلت هذا الشيء؟ شوف اللاعب ينعرف اللاعب الزين يعني، انت تعرف شو ميزه عموري في نظرك اللي يخليه علامه سابق فارقة؟ عمره ما شاء الله. سابق عمره في طريقه اللعب. نعم، تفكيره، طريقه تفكيره سابق عمره. وش تحس وين بيوصل؟ اذا استمر على نفس انضباطيته اللي قاعد اشوفها في التمارين واجتهاده، ويعني استماع للنصائح حتى اللعيبه اللي اكبر منه واحترامه لهم،
راح يوصل بعيد صدقني. يعني انا اتنبأ له ان شاء الله انه يوصل اوروبا ان شاء الله. ان شاء الله. خبرني ياسر، ما انك انت يمكن اللاعب الوحيد اللي لعبت في الدوري السعودي الدوري الاماراتي، شو الفرق بين هالدوريين الاثنين؟ الدوري الاماراتي والدوري السعودي، شو الفرق؟ شوف الدوري السعودي قد يكون اقوى لانه عدد الفرق يمكن عدد المباريات اكثر، خبرة الفرق نفسها تكون يمكن اكبر منها في الامارات، لكن الفرق والصعوبة في التنافس. في الامارات الفرق كلها يعني متقاربة المستوى، وهذا يصعب عليك او انه يصعب عليك تنبؤ مين راح يفوز. صح. الفريق الصغير والفريق الكبير ما تقدر تتنبأ قبل المباراة مين راح يفوز او كم النتيجة. احنا تعبنا ضد الشارقة اكثر مما تعبنا ضد الجزيرة. صح. للامانة يعني. صدق. فهذه ميزة الدوري الاماراتي، صعوبته، والدليل انه كل سنة في بطل تقريبا من 2003 الى الان، يمكن تكرر مرتين او مرة الوحدة. صح. اي خذ. طيب خبرني شو الاشياء اللي تحس انه يعني تنقص الدوري الاماراتي على اساس انه تحس بالدوري اقوى من كذي، او النواقص اللي فيه، شو النواقص اللي فيه؟ للامانه الاحترافيه اللي موجوده في الدوري الاماراتي كاحترافيه وكعمل انا اشوفها افضل من عندنا في الدوري السعودي. كانظمه وكتطبيق الانظمه انظم صراحه وافضل من عندنا في الدوري السعودي. اتزان الادارات نفسها، رؤساء مجالس الاداره او مجالس الاداره في كل الانديه عندهم اتزان، حتى في الاعلام للامانه. يعني ما في المشاكل. يعني انا دخلت الموسم وبديته وانتهيته وما في مشاكل، ما شفت فيه مشاكل يعني بين الفرق. بالفعل مشاكل عظمى. هذه نقطه انا اقول لك انه ايجابيه جدا، عكس الدوري عندنا في السعوديه يعني هل لك انت منتقل مصايب الدنيا. اللي ينقص الدوري الاماراتي انا اشوف اللي اتوقع انه رتم المباراه نفسها. يعني في المباريات الكبيره هي اللي فيها رتم سريع، يعني جزيره عين وحده جزيره اهلي عين. المباريات الثانيه تكون صعبه بس رتم المباراه اقل، يعني في جاب فرق بينه وبين المباراه التنافسيه، يعني مباراه الفرق الكبيره يعني. هذا يمكن المستوى يمكن بسبب خلينا نقول المسافات. بعض الاحيان العين عانى بسبب انه يعني كان في فرق ما بين بالذات الاسابيع الاخيره، في فرق ما بين بعض الاحيان مباراه ومباراه كان اسبوعين بالضبط. هذه دمار. هذه تدمر اي فريق. اللي هي انك تكون انت متعود على نظام او جدوله انه في الاسبوع انت تلعب مباراه او مباراتين، بعدين فجاه تنقطع عن مباراه لمده اسبوعين او 20 يوم تقريبا. هذه للفريق نفسه رتم الفريق يبطأ ويتعب الفريق، حتى تشوف انت شكله في مباراه مختلف. ولاحظناه مهما لعبت اي مباراه وديه، المباراه الوديه ما تهيئك نفسيا حتى نفس او تركيزك واهميه المباراه مثل ما انت يعني تنظر لها في المباراه الرسميه. دامنا طرينا هذا الموضوع وضغط المباريات وكذي، بحكم خبرتك الدوليه وبحكم لعبك في دوريين مختلفين عندنا هني وهناك، اللي صار انه في الدوري اللي هو فريق العين الاماراتي كان يلعب مباراه واحده كل 20 يوم في وقت من الاوقات. في عندنا فرق ثانيه عانت من مشكله ثانيه، مشاركه في عده بطولات وما طلعت منها، وفي دوري اسيوي وكذا. ففي نفس في ان سيم تايم خلينا نقول نفس الوقت في فريق العين تضرر لانه ما يلعب مباراه كل 20 يوم، وفي فرق كانت تلعب بالاربع مباريات وسم تايم في الاربع ايام كان في مباراه عندها. هذه مشكله. شو تحس انها ممكن تضر الدوري؟ اكيد انها ممكن تضر الفرق وتضر يعني بمستوى الدوري. خلينا نقول الفريقين لهم اي بالضبط اكيد. يعني انت لما تكون فريق مجهد او متعب من ضغط المباريات ما راح يقدم مباراه يعني بمستوى عالي او برتم عالي. نفس الشيء فريق مرتاح لمده طويله زياده عن اللزوم ما راح يقدم نفس الشيء مباراه. ففي الحالتين في تكافؤ يعني في الموضوع. لكن انا اشوف ان ضغط المباريات هذا امر قد يكون طبيعي اكثر من انك يكون فيه مسافه كبيره، مع ان العين يمكن لانه خرج عن الكاس وعن دوري الاتصالات فحصل عنده يعني لو استمرنا في الكاس يمكن ما توقفنا يعني بالشكل هذا. بالفعل. طيب تكلمنا عن اللعيبه اللي في العين، وقلت لي مدحت لي عموري ومحمد وبالاضافه الى اللعيبه الشباب. بشكل عام
ابى رايك في شو من اللعيبه اللي لفتوا لا انتباهك؟ تنسى خالد بعد. خالد بالفعل. خالد بداية الموسم مم. كان خارج التشكيلة ولا كان يناظر أصلا المدرب. فجأة سبحان الله خالد صار من أهم اللعيبة في الفريق. شو ميزه خالد؟ انا اشوف في نظري قتالي. طموح، وعنده طموح. يعني أول شيء وعلى فكرة مو بظهير يسار، فلما لعب في المركز تمسك فيه وأعطى كل ما فرصة. يملك، فرصة تعلق فيها وأعطى كل ما يملك، ويستحق، أنا وجهة نظري يستحق إنه يكون أحد لعيبة المنتخب الإماراتي. طيب جميل. خالد بالضبط بشكل عام خلينا نقول المنتخب الدوري الاماراتي، من اللعيبه اللي لفتوا انتباهك سواء شباب او كبار؟ من لعيبه تحسهم انه لعيبه يعني ملفتين للانتباه في الفرق الأخرى في الفرق؟ فيه أحمد علي لاعب بنياس، فيه عامر لاعب عمرو عبد الرحمن عامر عبد الرحمن لاعب بنياس، في بنياس. فيه في للأمانة في مواقف، في لاعب في الوحدة بعد نسيت والله ايش اسمه، اي مركز يلعب؟ يلعب في الوسط في النص. عيسى سانتو؟ لا، في المنتخب الأولمبي هو، إذا ماني بغلطان. في صنقور، هيكل، لعيبة ممتازين لهم حلو. مستقبل للأمانة. حلو. طيب دامنا تكلمنا عن المنتخب الاولمبي، احنا الحين مقبلين على خلينا نقول فرصه تاريخيه، وهذه اول مره سيدنا في الامارات فريق اولمبي يتاهل الى الاولمبياد. وللامانه وانت تعرف ان الفريق يعني توليفه مش طبيعيه، الناس ذهبوا فيه انه بيوصلون لبعيد في الاولمبياد. وللعلم الفرق الصغيره بالذات في الاولمبياد ما لها يعني ما تحلم وايد، ولكن في ناس قاعد تحلم. انت شو تحس هذا الفريق وشو اللي يقدر يسويه للكره الاماراتيه وشو حضوره؟ هذا مستقبل الكرة الإماراتية متكون في الفريق الأولمبي هذا. والميزة والسبب اللي خلاه يكون فريق يراهن عليه الكل وإنه يوصل المواصيل هذه، إنه أعطوه الفرصة إنه يبرز اللي عنده. يعني هذا الفريق على حسب معلوماتي إنه ابتدى من الناشئين مع بعض. بالفعل 2004 مع إيه، بالضبط. فلما تعطي أنت اللعيبة فرصة وتعطي جهاز فني تعطيهم ثقة وتعطيهم فرصة إنهم هم يعطون إلى أكثر من سنة، راح يتوالفون ويتجانسون مع بعض، والنتيجة راح تكون إيجابية زي ما أنت شايف يعني. حلو. طيب إذا خلينا نتكلم عن إنجازات ياسر، ما شاء الله إنجازاتك يعني معروفة. ياسر لشو يطمح بعد كذلك؟ وشو يحس لما يحقق إنجاز؟ والله شوف، أنا بالنسبة لي إنجاز السنة هذه له طعم خاص، له يعني له مذاق غير يعني للأمانة. سبة إنه كان نفسي صراحة، أنا ودي إني أشارك في تقديم شيء للناس اللي كرموني واستقبلوني حسن استقبال، والحمد لله رب العالمين، ربي ما خيب يعني الرجاء، وهذا شيء قليل يعني. لكن مستقبل انت تعرف الواحد اذا وقف طموحه ممكن ما يقدر يقدم شيء، لكن لا زال عندي طموحات يعني اني احقق انجازات قد ما اقدر يعني، وعلى الله ان شاء الله التوفيق. طبعا انت انجازك طبعا الاخير هو معروف انك انت فايز بالدوري الاماراتي، اول سعودي يفوز بالدوري السعودي والدوري الاماراتي. صح. هذه ما صارت. خلينا نتكلم عن مستقبل ياسر، وطبعا الكل قاعد يسال ياسر بيتم ولا بيروح؟ والله الى الان ما حصل اي موضوع يعني في النقاش هذا، لا من طرف الهلال. انا يعني زي ما الكل عارف انا لي سنتين، باقي لي سنتين مع الهلال، ولكن ما تكلمت مع الهلالي انه انا خلاص يعني راجع، او انه مع العيناويني انا بتم. يعني الحين عايشين الافراح، ولا زال في العقد شهر تقريبا او اكثر من شهر، حلها ان شاء الله. نشيط وحركي. كمارا ايضا هو الاخر، ممتاز تصويبه ولعبه جول. الله الله، الثاني للزعيم عن طريق ياسر، الهدف الرسمي الاول لهداف العين الاول القحطاني، شعاره كل الفرص للمرمى تتحول. عروض ثانيه طبعا الهلال عقدكم مثل ما قلت في عروض. اي في من الامارات ولا برا؟ والله في الامارات خليجيه بشكل عام.
في موجود جدة من يعني. الامارات حد؟ اي نعم في. زين انا ما بسالك انك ما راح تقول لي، لكن خبرني جات فكره انك طموح مثلا انك تحصل الدوري، حصل الدوري الاماراتي، شو الدوري الخليجي خلينا نقول لك طموح تكسبه؟ انا ما راح اقول لك بار لاني يمكن قد يكون معظم العروض بتكون اكثر شيء خليجيه، بما ان خذوا فكره ان الهلاليه ممكن يتعاطون شوي انه يستغلون على ولدهم، انت تعرف كل فريق يتمسك بفرقه، الحين حاليا الافكار الاحترافيه طلعت وكذي، فشو الدوري اللي في بالك تجيب راسه؟ ما انك انت قناص ابغى اعرف شو تجيب راسه. والله شوف الحمد لله عندنا الكرة الخليجية يعني تطورت بشكل كبير للأمانة يعني. وأنا الحمد لله حصلت أكبر راسين الحين، سعودي وإماراتي. ودائما مع الزعماء قاعد. بالضبط. اوكي. فلا شو لي زعيم ثاني. حبيبي تعجبني هذه. اوكي. ياسر يا ساحر يا قناص يا كاسر بقلوبنا نسميك ياسر الاسر، عشاق محبين اسطورة ملايين، ياسر يحبونك ويحبون عشرين، عشاق محبين اسطورة ملايين، ياسر يحبونك ويحبون عشرين. الكل قدامك فنان وخيالي ازرق يا هلالي، دايم نبيك اول ما نرضى بالتالي. بس ما قلت لي شو الدوري اللي انت في خاطرك تجيب؟ انك ودك تلعب مثلا، ما راح اقول لك اسم النادي، لكن راح اقول لك شو الدوري خاطرك تلعبه وتاخذه في الخليج. الكويتي. الكويتي. انا توقعت لك قطري لكن قلت الكويتي. لا قطري قوي صراحة للأمانة، ودوري أحبه أنا بعد، بس الكويتي أحس إنه فيه تنافس قوي يعني. حلو جميل. طيب طبعا تعرف أنا القطري فيه زعيم للأمانة. ترى هذا نتكلم عن الحين يعني قلت هناك نقول ان شاء الله بيروح السد بياخذ. القطري فيه زعيم يعني، الزعيم فيه زعيم، وأنا صراحة في قطر سداوي. طيب سداوي. نعم. طيب اوكي، معظم العيناويين سداويين ما شاء الله، انت شكلك عيناوي بالفطره اصلا. ياسر طبعا نتكلم عن النواحي الفنيه وعن مستقبلك وعن العين وكذي، باقي في اشياء الناس يحبون يعرفونها ياسر كشخصيه، وشو يشجع شو ما يشجع وهذا بهالامور. في طبعا جاتنا اسئله عن الدوريات العالميه، حد يسال ياسر شو اكثر نادي انت تشجعه؟ أنا تشيلساوي. تشيلساوي. وإن شاء الله نفوز في النهاية إن شاء الله، دعواتكم. ان شاء الله. طيب على صعيد المنتخبات. إيطالي. والله انت كلاسيكي وايد. طيب منو لاعبك المفضل
الموجوده الحين حاليا على الساحه؟ حاليا والله شوف، يعني ما حد ما تقدر تقول انت لما تتكلم عن لاعب ما تقدر تقول في غير ميسي يعني الحين. لكن يعني مع ميسي يعني انا احب للامانه احب شافي، احب يعني في اكثر من لاعب. بنزيما صراحه يعني يعجبني كثير. هذا هم. طيب في نظرك شو اقوى دوري اوروبي موجود؟ الانجليزي. الانجليزي ليش؟ لانه فيه كل شيء، فيه القوه، فيه المهاره، فيه الاثاره، فيه وجهه نظري. طيب انت قلت تشيلساوي. طيب اوكي، من اكثر اللاعب في تشيلسي تحبه حاليا؟ انا ورطني في تشيلسي زولا في 96. ايوه ورطني في تشيلسي، حبيت تشيلسي وورطني يعني فيه. من عام 96 وانا متوهق مع تشيلسي، بس الحمد لله من تالي صرنا نفوز، والحين نلعب في النهائي ان شاء الله بنقدر ناخذ ان شاء الله البطوله. بس الان حاليا دروجبا صراحه. دروجبا شو ميزه دروجبا تحس؟ دروجبا قائد، لاعب ما ييأس وفنان. حلو جميل. طيب خاطر اسالك وايد اسئله، لان فياتنا اسئله كثير يسالونك عن اليوفنتوس وديل بييرو، وحد يسالك عن روما وتوني وتوتي عفوا، وحد يسالك عن جون تيري وتشيلسي. ف تبي تجاوب عليهم ولا ما دخل ما حرجك؟ لا انت شو يقول لك شو رايك في روما مثلا عظماء اللي يتكلموا فيهم كلهم هذول اعظم الفرق. يعني تتكلم عن يوفي وديل بييرو، يعني شيء خرافي. يعني انا في وجهه نظري ديل بييرو من اعظم مهاجمين العالم في وجهه نظري. يعني اليوفي السنه هذه انك في دوري ايطالي وراح تخلص موسم من غير خساره وتجمع معاه الكاس، شيء عظيم من فريق يدل على انه عظيم. يعني هو السيد العجوز يعني اسم على مسمى. اكيد. روما وتوتي نفس الحكايه. لكن يمكن يكون اليوفي انه بوجهه نظري انه يوفي يعني يرجع على كفته على روما. لكن ايضا يعني توتي وروما شيء عظيم في كره القدم. فريقك تشيلسي جون تيري شو تشوفه؟ قائد افضل قائد في العالم انا اشوف. اذا ياك خاطر انك تلعب في دوري اوروبي، خلينا نقول جاتك الفرصه، شو الدوري اللي انت تختاره؟ بيكون الانجليزي مثل ما قلت له الاقوى؟ الاسباني. اسباني مع اي فريق؟ لانه فيه مجال المتعه اكثر من القوه يعني والالتحامات البدنيه. طيب واي فريق تحس ان انت ما راح اقول تشجع، بس تحس انك انت ممكن انك تستفيد منه وهو يستفيد منه؟ والله شوف، اسهل فريق تلعب معه برشلونه. وقف وخلهم يسوون كل شيء وانت بس وتفوز وخلص وتستمتع في نفس الوقت. حلو. طيب دائما تكلمنا عن برشلونه، خلي الجمهور ريال شوي لا حق علينا. قول لي عن مورينيو اللي قاعد يسويه، وهل بالفعل المباراتين لعبوهم؟ لان في المباراه الاخيره فاز ريال، واذا كان صدمه الكثير من عشاق برشلونه. كيف فازوا على برشلونه في نظرك؟ فازوا بالعقل. مورينيو كان هو السبب بالضبط. الرئيسي؟ اي اكيد. ولا اللاعبين؟ لا، مورينيو سبب رئيسي. اكيد اللعيبه، يعني انا اطلع لانه في النهايه مدرب من غير لعيبه ما يقدر يسوي شيء. بالفعل، بس انا تقول انا اتكلم كان في انه الطريقه اللي لعب فيها في المباراه كان ذكي يعني، وساعده في نفس الوقت جوارديولا. يعني هذا كان ذكي في خطته، وهذا يعني ما توفق في خطته، فرجعت كفه مورينيو طبعا مع بعض البهارات باللعيبه، يعني امكانيات اللي يملكها فرضا كريستيانو رونالدو خلته يرجع كفه فريقه. بالفعل. طيب خلينا نروح الحين لمحور ثاني، نروح للسعوديه للهلال. كيف لاحظت ان اللعيبه تعاملوا مع صفقه انتقال ياسر القحطاني الى العين؟ نعرف ان في ناس روجوا ان خلينا نقول ياسر انه مش في مستواه فما راح يفيد العين مش في مستواه ما راح يستفيد من ياسر. هي السالفه كانت بشكل عام ان كثير ناس هبطوا من هاي الصفقه، لان الاعلام عندكم هناك مثل ما يقولوا ما يرحم، لا تغلط قدامهم باي شيء. ف كيف تعاملتوا؟ كيف شفت تعامل الاعلام هنا؟ وكيف الاعلام تعامل مع الانتقال؟ الاعلام
الاعلام السعودي اتكلم. الاعلام شوف عندنا احنا نوعين، عندنا اعلام مخير واعلام مسير. وللاسف ان المسير يطغى على المخير يعني. ف للامانه الاعلام السعودي قوته يعني سواء كانت في السلبي او في الايجابي تنعكس على الوسط او المجتمع الرياضي. وللاسف انه احنا عندنا بعض الجهات الاعلاميه اللي لا تفقه في كره القدم شيء يعني للامانه يعني، وفقيره فنيا ولا لها اي علاقه سواء كانت من اشخاص او من حتى نفسها يعني مؤسسات. فهذه اللي ممكن انها قاعده تسوي شوشره، لكن الحمد لله الواعيين والعاقلين عندنا اغلبيه يعني. ف ف ف في النهايه انا لما اتخذت القرار ما فكرت ان انه اعلامي يتكلم يعني بيكون في صفي او بيكون ضدي. انا اتخذت القرار وانا يعني كفيل باني اتخذ المسؤوليه ولا افكر يعني في شيء ثاني. طيب وشو ردك عليهم بعد ما اخذت الدوري؟ نو كومنت؟ نو كومنت صراحه، لاني انا قلت يعني انا ماني جاي يعني قاعد اثبت لاحد. انا هذا الموسم 13 لي يعني واملك من الخبره بما فيه الكفايه. والحمد لله رب العالمين عندي اسم يعني ومعروف، فماني جاي يعني قاعد اثبت يعني لهم او اني ارد على احد، لا انا جاي ارد شيء او بعض من اللي قدموه لي العنويه. طيب في اسئله ومثل ما قلت وايد الجمهور قام يسالها، احنا قدرنا قبل ما نقدر نفلتر، بس في اسئله يعني مهمه حابين نعرف رايك فيها. المنتخب السعودي ومعاناته في يعني الفتره هذه، مو هو المنتخب السعودي اللي متعودين عليه يهز اسيا كلها. بالضبط انا معاك يعني. شوف يمكن الفتره اللي تغير فيها جلد المنتخب هذه يمكن اثرت كثير او هزت في المنتخب. الاستعجال في تغيير المدربين والاجهزه الفنيه يعني والغاء عقودهم هذا كان سبب من الاسباب. جدوله المباريات وجدوله مباريات المنتخب والمعسكرات هذه اثرت كثير حتى على معسكر المنتخب وعلى مستويات المنتخب. ناهيك على انه يمكن المواهب قلت عن قبل للامانه يعني في الكره السعوديه. شو السبب؟ السبب انا ارجع للانديه نفسها يعني للامانه، هي لازم يعني تحافظ على المواهب وتطورها وتدعمها علشان يعني تقدم للكره السعوديه. مع انه قبل في الانديه السعوديه على الميت سنويا يطلع لك 5 6 10. صحيح الميت هذا ما عندك ابدا لعيبه، عندك منتخب جاهز بس معك حق بس يعني أنا يعني اللاعب بيئته هي ناديه، هو المكان اللي يطلع للعالم اللي هو النادي قبل المنتخب. فلما يكون النادي عنده اهتمام اصلا في قاعده الفريق، ما يعتمد على شراء اللعيبه الجاهزين من الانديه، راح تطلع عندك مواهب جديده ويستمر، بيكون في استمراريه يعني في مستواك انت كمنتخب يعني، لان عندك البديل الجاهز، عندك اللاعب الحاضر يعني موجود. وخروجكم من التصفيات الاسيويه خروج مر للامانه. انا اشوف انه ما كنا نستحق ان احنا نتاهل. يمكن ما قدمنا للمستوى المأمول يعني اللي يطمح الجمهور يعني له. للامانه الامير نواف بن فيصل كرئيس سابق ما قصر وقدم لنا دعم وكل شيء، لكن يمكن الظروف ما ساعدت. ريكارد كان له دور في خروجكم؟ اكيد. شوف احنا كلنا اخطأنا يعني من الاتحاد السعودي، اداره منتخب، جهاز فني، جهاز اداري، لاعبين، حتى اعلام سعودي، كلنا اخفقنا في هذا البطوله، ما في احد لحاله. الاعلام شو كان دوره؟ الاعلام كان احيانا البعض، طبعا البعض ودائما نقول البعض كان ضد المنتخب يعني، كان يتمنى المنتخب يخسر عشان يطلع كلامه صح. لهالدرجه؟ طيب كان مشكلتهم مع الاتحاد، مشكلتهم مع ريكارد نفسه، مع الاتحاد السعودي، مع ريكارد، مع بعض اللعيبه، مع يعني شيء غريب. طيب سمعنا انك وياسر القحطاني عقب الخروج من تصفيات كاس العالم كان يفكر اعتزال دوليا، صح الكلام هذا ولا لا؟ انا كتبت في تويتر، حسابي تويتر، انه اعلنت يعني الاعتزال الدولي،
والسبب الرئيسي زي ما قلت لك انه تعطي فرصه لغيرك انه يلعب. ممكن لانه احنا خرجنا من كاس العالم 2014 والمرحله اقرب كاس عالم اللي هي 2018، وانا وجهه نظري انه كاس العالم هو الهدف الرئيسي اللي لازم انت تخطط له يعني. بيكون في بطولات اسيويه او خليجيه او عربيه، لكن المفروض ان هذه كلها تكون اعداد لتاهلك الى كاس العالم، لانه هو اللي عليه الكلام. ف 2018 انا ما راح اكون في هذاك الوقت لاعب منتخب يعني، او اني ما راح اكون لاعب اصلا كوره في هذاك الوقت. ممكن اكون اداري في العين. ممكن نتمناك والله تكون عندنا اداري. ف انه خلاص حبيت انه اعتزل دوليا، اعطي فرصه غيري وارتاح بعد حتى انا. طيب منو تتوقع اللاعب اللي ممكن يكون الهداف انا اتكلم عنه، اللي ممكن يكون يقود المنتخب السعودي 2018 اذا الله كتب وتأهل؟ عينك على حد؟ والله ما في المواهب مثل ما قلت انت عندنا عندكم مشكله فيها. والله الى الان يعني صعب انك تتنبأ، لان احنا عندنا فتره الحين عدم توازن يعني. يطلع لك مباراتين ثلاثه ويطيح، او يطلع موسمين، فهذه مشكله. طيب تعرف خلينا ناخذ رايك شوي في قضيه منتشره الحين في السعوديه، حضور المراه للمباريات، انت معه ولا ضدها؟ انا مع وضد في نفس الوقت. يعني مع اذا كان فيها حدود يعني معينه يعني او مقننه، وضد اذا كانت مفتوحه يعني على الخارج. انا اتوقع لو كان في غرف خاصه للعوائل، انه ايش المشكله يعني في الموضوع انه يكون غرفه العائله قاعده تشوف المباراه، يعني الرجال يقدر ياخذها له ويروح يحضر المباراه يستمتع، بيكون في مكان منعزل، مكان فاصل ما في حوله احد، ولا ياخذ راحته هو وعياله ويشوف الجيم يعني. ومنها فائده اصلا حتى للكره نفسها، فيها مداخيل استثمار يعني. حلو الفكره تكون انها قاعده عائليه، ممكن يكون فيها بالاضافه انه في ممكن يكون زجاج عاكس. هو الزجاج عاكس اصلا يعني، ما حد يشوفك من برا ولا حد وانت تشوف، وانت اهلك يعني. هنا وش المشكله يعني؟ ما فيها مشكله، كانك في التلفزيون قاعد تشوف. طيب حلو. خبرنا عن النتائج اللي تشوفها في الهلال. خسر السنه الدوري، لكن شوف مستوى طبعا تغير، الجهاز الفني تغير واللاعبين. الهلال السنه هذه يمكن كان فيها اخطاء كثير للامانه. الامير عبد الرحمن بن مساعد حاول واجتهد كثير، وبالعكس يعني الله ثم الامير عبد الرحمن كان ممكن الهلال في وضع أسوأ في السنه هذه، لكنه تدارك بعض الاخطاء اللي حصلت وقدر يعني يلملم الموضوع وينتشل الفريق. يعني انه انت تكون ثالث دوري وتنافس الى اخر مباراه في الدوري وتخسره، يعني افضل من انك يعني تطلع من بدري يعني. محقق كاس ولي العهد، فالاسيويه الان ماشي ممتاز يعني. وجهه نظري انه الهلال نجح السنه هذه 70% يعني نقول. وحظوظه في البطوله الاسيويه؟ لا شوف، مشكله الهلال مع الاسيويه انه اي احد هلالي حط الاسيويه بعبع، فكثره الضغط على الشيء هذا، على الاسيويه سبب الضغط على اللعيبه، على الجماهير وعلى الاداره وعلى الجهاز الفني. ضيع تشتيت وضيع تركيز الفريق وشتت تركيز الفريق، فصارت تبعد عنا الاسيويه. لكن ان شاء الله مردها السنه هاي كيف ايش تحس؟ مردها يجي خشمها وتتنوخ بعدي. طيب السنه طبعا اذا انت ظليت مع العين راح تلعب في البطوله الاسيويه، شو تحس انه ممكن تقدم في الاسيويه لنادي العين اذا ظليت ان شاء الله في ما راح يعني ما راح ابخل بشيء. ليش لا؟ العين تاريخها فيها اسيويه، فليش لا؟ كذلك بعد يسألون عن، كانوا الجمهور يسأل عن بعض اللعيبه الاسماء، شو نصيحتك مثلا لنواف العابد وسالم وعبد العزيز الدوسري وبالاخص محمد الشلهوب رفيق الدرب؟ محمد ما انصحني، هو ينصحني المفروض. اكبر عني، اكبر مني محمد. نواف وسالم، نواف العابد وسالم وعبد العزيز الدوسري، عبد العزيز ومحمد الشلهوب، ونزيد عليهم سلمان الفرج، نزيد عليهم سلطان البيشي، اللعيبه الصغار اللي طلعوا في الهلال الموسم هذا بالذات. اتمنى ان شاء الله انهم
يعني يركزون في تمارينهم ويعرفون انهم الى الان هم ما توهم في راس الابره زي ما يقولون، والمشوار طويل وصعب. يعني اذا صار احد يعرفك في الشارع، اذا صرت تمشي في الشارع واحد يعرفك، اعرف انك مقبل على شيء صعب جدا يعني. فاتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، وانا كلي ثقه لانهم يملكون الامكانيات كامله يعني، انهم يلعبون مو في السعوديه، برا السعوديه. اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. معجب بيوسف الثنيان يسالك شو تقول لي هذا الرمز من رموز الهلال، وهل تتمنى يوسف الثنيان؟ يوسف انا بالنسبه لي هو اعظم لاعب في تاريخ الكره السعوديه. الله. نعم. شو سبب انك تقول هالكلمه انه هو اعلى؟ لانه لاعب متكامل يعني، ان بغيته يسجل سجل، ان بغيته يرقص رقص يعني، ما عنده اي مشكله. يعني تستمتع وياه وانت قاعد؟ اكيد. طيب طبعا الحديث وايد طال في الفتره الماضيه عن استبعادك من قائمه الهدافين. يقول لك كان السبب فيها حذفك بسبب اعلامي سعودي. شو اللي صاير بالضبط؟ لا هم رجعوا يعدلون، لانهم عرفوا انهم هم اللي مخطئين، وحتى الرقم اصلا اللي هم حطوه في خطا كمان، في خطا اصلا. طيب يعني عندي زياده هدف كمان على دور الاعلام السعودي، انه ممكن يحاول انه يطلع. ايوه ممكن، ليش لا؟ في ناس لا، في ضعف نفوس يعني، في ضعف نفوس، وفي ناس عندهم يعني مريضين يعني. انا ما وش بقول، انا بقول الله يعني، الله يشفيهم ان شاء الله ويعافينا. طيب بنتكلم الحين عن النصر والهلال. طبعا معروف الديربي اللي بينهم والتنافس اللي بينهم. السنه طبعا كان يقول لك انه في انتقال مثلا سعد الحارثي انه راح الهلال، وخالد عزيز النصر. يعني يعني انا ما عمري ما جت في بالي انه ممكن اشوف سعد الحارثي هلالي، بس انه صارت. هذا الشيء شو سبب؟ بالعكس يعني قبل، بالعكس انا اشوف ان هذا الاحتراف يعني. انت لما تتكلم عن عندك احتراف ما يصير عندك امور زي كذا يعني تتحلحل شويه بالضبط، شوي نوعا ما الناس ندخل في جو الاحتراف. نعم بالضبط، هذا اللي المفروض انه يصير. انه اللي باقي انه الموضوع يصير عادي وجدا زي ما انت شفت يعني. هذا سعد راح للهلال وخالد عزيز راح للنصر، وما ما وقفت الدنيا يعني، ولا انتهى العالم. بالعكس يعني امر طبيعي جدا يكون في عالم الاحتراف. لازم نتكلم عن الجمهور واسئلتهم اللي يبون يعرفون فيه ياسر اكثر واكثر. ياسر تلقب بالقاب كثيره، القناص كذلك الكاسه. شو اكثر لقب انت احب ياسر والله. تحب ياسر؟ اسمي وكلها عزيزه علي للامانه يعني. طيب اوكي، اصعب موقف مر عليك وانت في مشوارك الكروي في الكوره؟ اصعب موقف مباراه الهلال والغرافه 4-2. دي عاد. نعم. طيب اذا قال لك الاداره في الهلال نحن نطلب منك تجيب لاعب من العين وتجيب معك الدوري السعودي، بشلهم في كيس كلهم وبوديهم. كلهم بشلهم في كيس. ما شاء الله ما تميز حد من اللاعبين. شو علاقتك فيهم يعني؟ كيف تحسه؟ اخوان والله العظيم، واكثر من اخوان للامانه يعني. يحبون، تحسهم يحبون. الحمد لله رب العالمين. المحبه متبادله يعني بيننا، وهذا واضح ويبان في الملعب حتى. طيب خلينا نمشي بعد عن الرياضه ونبدا نسالك اسئله بعد يعني شوي. يعني علاقتك في المدرسه وكيف توصل؟ انت كنت مشاغب ولا كنت هادي بصراحه؟ والله يعني لا اني المشاغب ولا اني بالهادي يعني. كنت عاد من المتفوقين يعني ولا ماشي؟ لا والله كنت زين يعني، جيد جدا كنت. حلو زين. طيب حلو. يقولون انت شاعر ولك كتابات وشي، وهذا شو موهباتك غير ابغاك تسمعني بيت شعر اول شيء اللي كانت منه، وخبرني شو بعد عندك من مواهب ثانيه غير الشعر. انت لهنا قررت انه انا خلاص انا مكتوب لي انك شاعر وخلاص بظل شاعر وانتهى الموضوع. خلاص مو شاعر. كل الناس في الدنيا شعار. خلاص عيسى. لا انا اتكلم كل الناس يعني يملكون احاسيس، واي احد عنده حس وانسانيه فهو شاعر. لكن انا بالنسبه لي لا، انا احب واهوى الشعر لكن ما اكتبه. طيب سمعني بيتين شعر انت تحبهم. انا احبهم. بيت شعر في صراحه في بيت انا قلته احبه، ثاني يوم تفاجأت في مجله انهم كاتبين البيت وكاتبين تحته ياسر القحطاني، يعني كاني انا الشاعر. اوكي. فخاف الحين اقول بيت قول هذا القصه شو بيتين. طيب
ما حاضر لك شيء يعني وما تبي تقول؟ والله ما بحضر يعني شيء الحين للأمانة. انا بحاول، انا الاسئله والله وايد عندي والجمهور وايد يحب يعرف اشياء كثيره كثيره كثيره، بس اذا انا بحاول قد ما اقدر اختم فبطرق على شيء سريع عن المنتديات اللي نحن نتابعها الحين، منتدى زعيم الامارات. شو تقول او الكلمه توجهها لاعضاء منتديات زعيم الامارات؟ في البداية الله يعطيكم ألف عافية يعني، وما قصرتوا يعني على دعمكم ووقفتكم هذه اللي ما حنساها يعني ما حيت. وإن شاء الله دائما أكون عند حسن الظن، وخلوكم مع فريقكم دائما زي ما عودتونا يعني. اللي تحقق هذا الإنجاز بعد توفيق رب العالمين بسبة الأمة العينوية للأمانة. وهذا مو بديباجة أو إنه كلام مجاملة أو إني قاعد، لا، الكل يعني يشهد الموضوع هذا. احنا النادي الوحيد ممكن اللي كان في كل ملعب نلعب فيه جمهورنا حاضر وأكثر حتى من صاحب الأرض. فنتمنى إن شاء الله أن احنا دائما نكون عند حسن ظنكم، ونقدر إن شاء الله نخلي أيامكم كلها فرح، وتدوم علينا وعليكم الأفراح بإذن الله. آمين يا رب. كلمة توجهها لأعضاء موقع القناص. موقع القناص هو جزء مني صراحة يعني، وقطعة مني يعني باللي فيه بأعضاء يعني، هم قطعة مني. أنا مقصر معهم للأمانة كثير يعني، لكن هم خير من يقدر يعني، وعارفين ظروف ياسر وأنا دائما أقولها، هم راعين الموقع مو هو أنا زائر. جميل يا القناص. في عندي أسئلة سريعة بتكون، وأتمنى بس أن ما تاخذ من وقتنا وايد، بس في النهاية طبعا خلاص أخذنا الدوري. كيف تقيم مشاركتك مع نادي العين؟ ناجحة الحمد لله رب العالمين. كم تعطيها من 10؟ 10 أعطيها. 10 من 10. بطل دوري. كلنا ياخذ من 10 من 10. ولا 10 بعد. ما شاء الله عليك. 10. طيب شو يعني لك الهلال وجمهوره؟ كل شيء. العين وجمهوره كلهم عينين في راس، هذا العين وهذا الهلال. طيب بعدها جاينا القادسيه وجمهوره، القادسيه الكويتي وجمهوره. القادسيه الكويتي احب انا كثير القادسيه الكويتي، لاني احب القادسيه السعودي يعني اللي هو نادي الاصلي يعني. فالقادسيه الكويتي بعد من الفرق اللي احبها انا في الخليج الامانه. طيب مثلك الاعلى رياضيا وغير الرياضي؟ مثل الاعلى رياضيا؟ ايوه، وغير الرياضي يعني في حياتك العمليه. غير الرياضي والدي للامانه. والرياضي؟ والله مشكل، انا يعني ما عندي يعني زي ما يقولون ما عندي شخص معين يعني انا اقول هذا مثلي الاعلى. طيب في الامارات ابى موقف واجهك طريف. كلهم عارفين، ولو سأل هذا السؤال عارف يا اخي. شو السؤال؟ شو موقف البنزين في شارع خبرنا شارع الشيخ خليفه. خليكم موثق عشان يكون صوت الصوره. لا هم عارفين، شارع الشيخ خليفه يعني وسط الشارع وقف عليه البنزين، فجاه ما في بنزين، واقف انا في وسط الشارع وكيف ومعي بيتزا وميت جوع وبردت وخربت طيب بسألك السؤال الأخير. أوكي. كلمة توجهها، بعطيك أسماء أباك تعطيني كلمة توجهها لهم. نعم. كوزمن. أفضل مدرب تدربت تحت يده. سمو الأمير عطاء المساعد. يعني أعجز عن رد له جزء من اللي قدمه لياسر القحطاني. سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس نادي العين. كانت أمنيتي وحلمي إني أصافح هذا الرجل، ونتمنى إن شاء الله أن تكتب لي هذه الأمنية. إن شاء الله. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس نادي العين. نفس الموضوع للأمانة، أتمنى أقابله شخصيا إن شاء الله. سمو الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين الرياضية. للأمانة أكبر مكاسبي يعني في حياتي إنه تعرفت على شخص في قامة الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد. ياسر طبعا أنا أسئلتي خلصت. إذا لي كلمة أخيرة بقولها لك، أن أنا كشخصي سعيد المعمري حبك جدا جدا محبة، وكنت معجب فيك كلاعب
كنت اقول بعض الاحيان لما تطلع براسك تضرب كوره انا احس ان عندك سلم نحن ما نشوفه. كنت اعشق لما تكون تهدف المباراه، لما خلينا نقول لك إنه ما تقدم كثير في المباراه اقول لهم يا جماعه بيختم المباراه، وبالفعل كنت تسويه. لما تهدف المباراه فانت مع جول بيكون تاريخي، اقوالك اتذكره. انا فرحان ان الظروف والزمن يابك عندنا في نادي العين، حالي حال كل جمهور نادي العين والامه العناويه. نحن فخورين بوجودك عندنا، نحن فرحانين بوجودك عندنا، نحن نعتبر وجودك هنا كان مكسب لنا، نتمنى انه يتم معانا، نتمنى نلعب فيك بالاسيويه، نتمنى ناخذ معاك كل بطولاتنا، ونتمنى نشوفك دائما في العين. انا والله للامانه اكثر، يعني كلامك هذا تاج على راسي والشعور هذا متبادل. انا بالنسبه لي صراحه من افضل واجمل ايام حياتي اللي عشتها في العين ومع جمهور العين، وان كاني بروح الله يصبرني، يعني انا ما ادري وشلون بصبر يعني، وان كاني بتم في يوم منى صراحه. والله نحن اللي نشرفنا فيك، وان شاء الله سواء كنت في العين سواء كنت في نادي غير العين، نتمنى لك التوفيق الدائم. انجازاتك راح ان شاء الله تتواصل، راح نظل نشوفك ولدنا مثل ما انت سعودي فانت في النهايه اماراتي بعد كذلك، راح نحبك وان شاء الله يوفقك. فهذا طلب شخصي عاد، لاني انا وايد احبك ياسر. ابغى كلمه بسيطه منك لاخوك المذيع سعيد المعمري. والله شوف، قول اي كلمه بس انا ما حسبت اني اخق عليها قدام الشباب. انا والله تشرفت بلقائك اخوي سعيد، واحترافيتك. انا على فكره انا تفاجات، يعني ترى احنا المواقع عندنا ما عندهم ما شاء الله الاحترافيه اللي انتم قاعدين تسوونها هذه، بس انتم ذبحكم الاحتراف الله يهديكم. شو نسوي؟ لازم نحن. اشكرك، وللامانه انت تستحق انك تكون مذيع في قناه يعني رسميه على الهواء مباشره. انا مذيع في تلفزيون ابو ظبي، شكلك ما تتابع القناه وشكلك شايف برامج وناس انه وشو؟ برامج ستار صغار، شفت هذا ما الصغار يغنون اللي اجيب شو اسمه؟ وفي برامج الحين نعرض اللي اركض الناس في الشارع، وتشوف في واحد اسمه جدار جبار. طيب تركضهم ليش في الشارع؟ اركض الناس، اجيب اليهال وقاعد اسوي لهم مشاكل. في عندي برامج بعد ارمي الناس في البحر. اوكي سوف كل برامج مشاكل، فاحس انك انت تشوفني تغير القناه. شو الحين اهم شيء في رمي وكل لا حاليا الحين انت بخير، لا ممكن الناس ما عندي مشكله. ياسر بيض الله وجهك، طول عمرك ياسر. الله يعطيك العافيه. انا سعيد والله، العافيه والله يسلمك. تسلم. جمهورنا الكريم، جمهور نادي العين وجمهور ياسر القحطاني في كل مكان في الدنيا، هذا كان لقانا اليوم هني، كنا في استاد خليل بن زايد. البطل القناص الكاسر ياسر القحطاني، فرحانين فيه، ان شاء الله يتوفق في كل مكان يروح. تحياتنا ان شاء الله تكون توفقنا في هذا اللقاء، والشكر موصول اداره منتدى زعيم الامارات. نشوفكم على خير وان شاء الله في لقاء. Check it out, Al-Ain is coming, so go away. Don't come and don't face the tornado. صدق من قال لا توقف بوجه العين والإعصار، تحذر توقف بوجهه إذا الإعصار عيناوي. من اللي يقدر بدربه يواجه ثورة الإعصار، من اللي يوقف بوجهه ويتحداه ويقاوي بنفسه، ثورته ثورة وتصميمه لهيب ونار. بعشقه للعلا يمسي رعد واعصار عيناوي. العين والاعصار سلام عيناوي، عيناوي هذا الاعصار عيناوي. Al-Ain is coming, so go away. Don't come and don't face the tornado. تحذر توقف بوجهه ترى الاعصار عيناوي. تعود يلمس القمة بكف العزم والإصرار، يكون الأول ونجم في السماء ضاوي، وخصمه قبل ما يشوفه ويتواجه معه ينهار.